لكن هناك ايضا هداف خرافي، هداف اسطوري ما تاثرش تماما بهذه الموجه ديال اللاعبين الكبار الذين جاءوا الى البطوله السعوديه. والامر يتعلق بعبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله اللي اصبح يعني عنده الهويه ديال البطوله السعوديه. نعرف على انه لعب مع نادي النصر تقريبا 4 ديال المواسم، نعرف جيدا على انه الان هو البطل، هو الهداف الخرافي والتاريخي للبطولة السعودية، حيث سجل 34 هدفا في موسم 2018-2019 بقميص نادي النصر. ولعل كريستيانو رونالدو اليوم يقاتل، واللي وصل إلى الهدف رقم 22 فيما أظن، يقاتل من أجل أن يحطم هذا الرقم، رقم ديال عبد الرزاق حمد الله اللي تسجل في سنة موسم 2018-2019 اللي هو 34 هدف. عبد الرزاق حمد الله قلت على أنه الكثيرين تحدثوا على أنه سيختفي في ظل أو في الوجود هداف كبير وتاريخي وأسطوري هو الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتدبه نادي الاتحاد من النادي ريال مدريد الإسباني. كريم بنزيما اللي جا واخد رقم 9 اللي كان كيلبسو حمد الله. ولعلنا تكلمنا كثير على الجدل اللي خلقوا هذا الأمر هذا في البداية، لماذا ينتزع رقم 9 من لاعب كبير هو حمد الله اللي قاد نادي الاتحاد إلى الفوز بلقب البطولة السعودية وهو يسجل الموسم الماضي 21 هدفا. لماذا ينتزع منه رقم 9 ويمنح لكريم بنزيما؟ تجاوز لاعبنا الكبير حمد الله هذه الأزمة هذه وقبل برقم 99، دلالة على أنه غادي يكون بتعبئة مضاعفة، وهذا ما ستؤكده الأيام. تعبئة مضاعفة لأن اليوم حمد الله يقف في صدارة الهدافين، يعني مسجل 15 هدف بعد المباراه. الهدفين اللي سجلهم في المباراه ديال نادي الاتحاد امام نادي الوحده، وغادي نرجع لهذه المباراه بتفصيل. سجل 15 الهدف، يعني منهم زوج من اربع اهداف من ضربات الجزاء، وهو الان يعتبر الهداف الاول لنادي الاتحاد سواء على مستوى البطوله السعوديه قلت ب 15 هدفا او على مستوى عصبه ابطال اسيا ب4 اهداف، ويتقدم كثير، يعني يتقدم تقريبا على مستوى البطوله السعوديه كيتقدم ب6 اهداف على كريم بنزيما. كريم بنزيما اللي سجل 9 اهداف منهم زوج من ضربتي جزاء، علما انه اهدر ضربه جزاء. وهنا غادي نجي للمباراه اللي غتكون حديث الجميع. مباراة حقيقة ما كانتش مباراة قمة، على اعتبار أن الاتحاد كيحتل المرتبة الخامسة. قبل هذه المباراة كان كيحتلها ب 34 نقطة، مبتعدا تقريبا ب 22 نقطة على نادي الهلال. ثم أيضا يأتي بعده ب6 نقاط أو ب8 نقاط نادي الوحدة اللي كيلعب له الثلاثي المغربي. ولكن الأهمية ديال المباراة كانت تكمن في أنها اصطدام بين اللاعبين المغاربة، عبد الرزاق حمد الله في مواجهة الثلاثي المغربي منير المحمدي، جواد يميق وايضا فيصل فجر. وكانت مباراه مثيره بكل المقاييس، مباراه رائعه وجميله جدا في الجوهره المشعه. لعلكم شاهدتم هذاك الاعداد الغفيره من الجماهير، يعني اللي كيأكد ان البطوله السعوديه بطوله رائعه وجذابه، بطوله كتمتع بكل إمكانية النجاح، لا على مستوى الإقبال الجماهيري، لا على مستوى المستويات الفنية، لا على مستوى كم النجوم اللي كيتواجدوا في كل مباراة. برغم أنني أؤكد على أن ليست كل المباريات ديال البطولة السعودية كلها مباريات جذابة، كلها مباريات ذات جماهيرية كبيرة أو ذات إقبال جماهيري كبير جدا. بالعكس كان هناك مباريات تلعب، وهذا على غرار ما يحدث أيضا في البطولة الفرنسية وحتى في البطولة الإسبانية. كنوجدوا المباريات اللي ما كيكونش طرفها مثلا ريال مدريد أو برشلونة او اتلتيكو مدريد او فالنسيا مثلا، كتلقاها مباريات ما غنقولش متواضعه، ولكن على المستوى الاهتمام الاعلامي كيكون اقل بكثير مما هو عليه المباريات الكبرى اللي كيكون طرفها الانديه المرجعيه اللي ذكرت. اذا مباراه اللي كان كيهمنا فيها هما اللاعبين المغاربه، ومن البدايه بعد سيطره مطلقه كيتمكن فريق الاتحاد من الحصول على ضربة جزاء. ضربة جزاء غادي يمشي لها كريم
كريم بنزيما اللي هو رجل اختصاص، يعني خدا رقم 9 وخدا ايضا ضربات الترجيح، فلغايه الاسف كيهضرها وكتكون هذه ثالث ضربه جزاء كيضيعها كريم بنزيما بعد انقاذ رائع لحارسنا الكبير منير المحمدي، اللي فطن الى ان كريم بنزيما غادي يضرب في الجهه اليسرى من مرماه ومشى بارتماء رائعه جدا وصد الكره ديال كريم بنزيما، وتقدم نادي الوحده السعودي، وبظل الفريق ديال الاتحاد يلهث بكل امكانياته وراء هدف التعادل. كره غادي ينزلها حمد الله براسه جميله جدا لبنزيما اللي غيسجل، ولكن بالعوده الى غرفه الفار تاكد على ان الكره لمست يد كريم بنزيما. بعد ذلك تتمكن الدفاع ديال نادي الوحده بقياده منير المحمدي وايضا جواد اليميق من ايقاف عدد كبير من الهجومات ديال الهلال ديال الاتحاد السعودي، الى ان كانت تقريبا يعني بقى 6 أو 7 ديال الدقائق على نهايه المباراه. ضربه جزاء ثانيه تحتسب لنادي الاتحاد، هذه المره ما مشالهاش كريم بنزيما، بل انبرى لتنفيذها عبد الرزاق حمد الله. ويا لا برودة الدم، يا لا قوة الشخصية، يا لا الإبداع في أجمل تجلياته. تصوروا كرة ضربة جزاء في هذه الدقيقة بالذات في التوقيت الحرج، ويختار حمد الله اصعب الحلول. كيعرف بان المحمدي كيعرف له فين كيضرب ضربات الترجيح، كيعرف لانه حارس تواجد معاه في الفريق الوطني في اكثر من مناسبه، لكن اختار الصعب من الاساليب، وهو على طريقه بانينكا باش يسجل الهدف ديال التعادل، وما اجمله لنادي الاتحاد ديال السعوديه. واستمر فريق الاتحاد في هجومه وايضا في وضعه لدفاع نادي الوحده تحت اختبارات صريحه الى كان دقه 90+4، يعني في الوقت بدل الضائع كريم بنزيما عمل رائع، اختراق، توغل، راوغ جوج ديال اللاعبين وضع الكره امام عبد الرزاق حمد الله اللي سجل الهدف الثاني واطلق فرحته للعنان. وحرص عبد الرزاق حمد الله، يعني لانه بعد الهدف المباراه غتنتهي، حرص حمد الله على ان يصطحب مع كريم بنزيما الى جماهير الاتحاد حتى تكف عن الصراخ في وجه، لان كانت كتحتج بقوه على كريم بنزيما اللي حقيقه كيواجه واحد سوء الطالع في المباريات الاخيره. مباراه قبل هذه عصبه الابطال الاسيويه كان يعني سجل هدف بالخطا في مرماه، فحمد الله يعني بالروح الرياضيه الكبيره ديالو مشى خدا بنزيما وداه للجماهير ديال الاتحاد اللي تغنت كثير بحمد الله.